علشان نقدر نفهم الشخص اللي قدامنا لازم نتعلم لغة الجسد. انا النهاردة هحكي لكم كم موقف حصلوا معايا بعد ما اتعلمت لغة الجسد، اكتشفت ان معانيهم كانت مختلفة تماما. اول موقف حصل لي مع واحدة، كنت كل ما اجي اتعامل معاها الاقيها باصة في الارض، مش بصالي اصلا، وانا حقيقة ترجمت ده في الاول ان هي مش مهتمة بيا. لكن بعد كده وبعد ما اتعلمت لغة الجسد لاحظت شوية حاجات عليها غيرت تفكيري تماما عنها. لما ركزت معاها لقيتها دايما ظهرها محني لقدام، ودايما بتمسك كتافها، ودايما ايدها بتلعب في طرف الايد التاني بشكل ناعم بس كأنها حركة عصبية. معرفة لغة الجسد عرفت ان دي شخص خجول، وان هي كل الحركات اللي بتعملها ديت بتحاول تصغر من الخجل اللي هي فيه. تاني موقف حصل لي لما كنت بتعامل مع حد جديد، ولاحظت ان انا كل ما اتكلم او ادخل في موضوع جديد الاقيه بيرجع كده سنه لورا بجسمه، وعينه عماله بتتنقل مره من الموبايل للسقف للسما في اي مكان، عينه عماله بتروح في كل الاماكن. ففهمت ان ده شخص مش مرتاح، وجسمه بيقول كده ان هو مش مرتاح. قله الاحترام بقى دي سهله وبتبان من اول دقيقه. كنت مرة في نقاش شغل مع حد من الأشخاص، وكان واضح عليه جدا بعض الحاجات اللي هي يعني الواضحة قوي. أول حاجة كان مش باصص لي أصلا، جسمه بعيد، متجه بعيد، باصص بعيد عني وأنا بتكلم، مفيش أي رياكشن إن هو سامعني، دقنه مرفوعة لفوق، ما بيهزش راسه حتى بالموافقة أو الرفض. هنا طبعا أنا فهمت على طول إن هو هنا لا خجول ولا متوتر ولا مرتاح ولا مش مرتاح. القصة هنا ان هو متعالي عليا، وان هو شايف نفسه افضل، وهو مش مهتم باللي انا بقوله. خلاصة الكلام اللي اتعلمناه النهاردة من لغة الجسد ان لغة الجسد مش بتكذب. الشخص لو عنده عدم راحة جسمه بيهرب، بيبص في اي مكان، بيعمل اي حاجة. لو هو الشخص عنده خجل بتلاقيه جسمه مقفول على نفسه، قافل على جسمه. لو الشخص عنده عدم احترام بتلاقي الشخص فيه تعالي، سواء في طريقة قعدته او في طريقة كلامه او في نظرته. استنوني الحلقة الجاية، هتكلم عن لغة العيون، ازاي نقرأ الاشخاص من خلال نظرات عيونهم.